السلام عليكم. الأغلبية منكم كيعرف هاد النكرة، حيت بالنسبة لنا كمسلمين هذا كيبقى نكرة، وبالنسبة للناس اللي ما كيعرفوش هذا هو اللي حرق القرآن الكريم في دولة السويد. وحتى في الفيديوهات ديالو في تيك توك وفيسبوك كيحرق القرآن الكريم وكيتباهى، يعني كيستفز المسلمين. المهم، من بعد مدة من الحرق القرآن الكريم تم التصفية ديالو من طرف مجهولين. والزوين في هادشي أن دولة السويد عندها واحد القانون، فاش كتموت في ديك الدولة وما كيسول فيك حتى واحد، لا عائلة لا صحاب لا خوت، يعني كتبقى مجهول، شنو كيديروا لك؟ كيشدوا الجثة ديالك وكيحرقوها. يعني هاد النكرة هذا من بعد ما حرق القرآن وكيتباهى في الفيديوهات، ربي كتب ليه أن ديك الجثة ديالو تحرق باش يخليه عبرة في الدنيا لوك الناس اللي بحالو. وطبيعة الحال غدا يوم القيامة إن شاء الله غادي يعرف المصير ديالو مزيان، جهنم وبئس المصير. السلام عليكم.